لو انت بتعمل كل اللي تقدر عليه وفي نفس الوقت مفيش اي نتيجة، فالفيديو ده رسالة ليك. اي انسان ناجح في الدنيا عدى بالمرحلة دي. المرحلة دي اسمها وادي الاحباط. في المرحلة دي انت بتكون بتعمل كل حاجة وبتعمل كل حاجة بشكل صحيح ومع ذلك مفيش نتيجة. المرحلة دي هي اللي بتختبر انت قد ايه عايز تحقق حلمك. في ناس كتير في الدنيا زي شجرة الخيزران. هتقولي ايه علاقة البني ادمين بشجر الخيزران؟ هقولك ان شجر الخيزران اول ما بيتزرع ولمدة 5 سنين مش بيكون فيه اي نتيجة، لانه بيكون بيمد جذوره في الارض لسه، ولكن بعد ال5 سنين وفي خلال 7 اسابيع بس بيوصل طوله ل27 متر. ناس كتير بيفضلوا يحاولوا في المرحلة دي بدون ما يوصلوا لاي نتائج، ولكن فجأة واحدة بتنتهي المرحلة دي يحققوا نتائج اكبر بكتير مما كانوا يحلموا او يتخيلوا انهم ممكن يحققوا. الشخص اللي بيكون عايز يكسر صخرة يضرب في الصخرة أكتر من 100 ضربة بدون أي نتيجة، لكن في الضربة ال101 الصخرة بتتكسر. الضربة ال101 مش هي السبب إن الصخرة اتكسرت، ولكن ال100 ضربة اللي قبل الضربة الأخيرة كانوا أكيد ضروريين من أجل تكسير الصخرة دي. أوعدك إنك لو ما سبتش نفسك تحبط وتستسلم في الفترة دي إنك هتحقق نتائج أكبر بكتير مما كنت تتخيل إنك هتحقق في يوم من الأيام. وقتها لما توصل الناس هيقولوا عليك إنك محظوظ، وفي ناس هيقولوا عليك إنك نجحت في يوم وليلة، بس أنت هتكون عارف قد إيه النجاح ده كان صعب، إنك كنت ممكن في أي لحظة من اللحظات إنك تستسلم، وهتكون فخور إنك ما استسلمتش.